السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ منورين الدنيا كلها، وحشتوني اوي اوي اوي. تعالوا بقى شوفوا تعبي وشقاية، تعبي وشقاية اهو اهو. تعالوا شوفوا الحاجة اللي انا جبتها بقى عشان نجهز كده لحاجة العيد. جبت جمبري وجبت كابوريا كده شوية صغيرين كده حلوين كده نقزقزهم، كان نفسي فيهم انا والعيال. وجبت بقى، تعالوا بقى اما اوريكم. جبنا بصل، معلش بقى الاكياس مبلله من بره لان الجو كان بيشتي عليا، شفتم؟ بس بعد ما جبت حاجتي، جبت بطاطس وجبت فلفل وجبت شطة وجبت خيار. بوريكوا ايديا الحمار اللي في ايدي ديت مش الشنطة اللي شلتها دي، عايزة ابقى اجيب لي شنطة بعجل. وجبت ليمون وجبت برنجان وجبنة ترمس، طبعا العيد ما ينفعش من غير ترمس. اشوفوا الاكياس بتاعة الطماطم، شوفوا المية عليها عاملة ازاي. والله الجو كان بيشتي شتا جامد عليا، انا خدت الشتوية كلها عليا وانا جاي اهو. الترمس اهوت ننقعه بقى. دي كان اليوم اللي قبل الوقفة. وجبت بقسماط وجبت الطماطم 5 كيلو، طماطم ب10. جبت بقسماط وجبت كريسبي. إيه لا، دي مش بقسماط يا رب، دي فيجيتار حار. وجبت الطبقين الحراري دول عشان ابقى اعمل فيهم مكرونة بشاميل. بحب المكرونة البشاميل اللي فيهم اوي، بتبقى جميل. ودي علفة للبط والفراخ برضو، طبعا ما ننساهمش. تعالوا بقى اما اوريكم تاني يوم بقى الوقفة، اللي هو يوم الوقفة بقى. انا فرشت بصراحه، انا كنت جايه من السوق، جت مدغدغه، فبصراحه ما قدرتش ان انا اصور. ففرشت بقى وجهزت. انا كنت طبعا نكته الشقه ومنضفاها ومخليها زي الفل، وخليها قرعه ولا كان في ستاير ولا سجاد ولا اي حاجه خالص. فرشت بقى، تعالوا اتفرجوا بقى على الفرش بقى بعد ما فرشنا. طبعا هتقولوا لي انت حاطه المفرش دي ليه؟ حاطه تحت منه اللحاف كمان، الفايبر اللي هو الخفيف، لان انا كنت غسلت البطاطين واللحفه وعندهم وخلصت منهم الحمد لله بدري بدري. شوفهم قعدهم هنا اهو على الارض. تعبي تعبي وشقاية محدش يهده. يلا نعمل زي اسمه ايه، تعبي وشقاية اهو اهو تعبت والله العظيم في الفيديو ده. وبصوا من الاخر انا تعبت، والعيال دي هبلوني خلاص وتعبوني. ايه رأيكم بقى بعد ما فرشنا كده؟ الله على الهدوء، الله على الراحة النفسية. انا بصور لكم الفيديو ده دلوقتي وانا لسه يا دوبك مخلصة الاكل ومهدية على الرز بتردد. وهتشوفوا الاكلة كمان بتاعتنا بتاعت اخر يوم في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ونعاد عليكم الايام بخير دايما يا رب، بفرح وسعادة وهنا وراحة البال. وربنا يروق بالكم جميعا ويشفي مرضاكم ويشفي مرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ويجعله عيد سعيد علينا وعليكم يا رب. ورمضان دايما كده بيدخل بالخير والبركة كده عليكم، والرزق الحلال يا رب. تعالوا بقى شوفوا، انا بصراحة مرتاحة مرتاحة وانا بصور الفيديو، مرتاحة. انا كان المنظر قبلها بصراحة لا يطاق. كنت كل يوم اقول لا دي مش شقتي، اخيرا الضلفتين المكسورين ركبوا. والله كنت كل يوم اقول دي مش شقتي. الاكياس دي تعالوا ما اوريكوا تاني. كنت هنا بجهز لسه ايه قبل ما اروح اشوي السمك. كنت جايبه سمك بقى، اخر يوم رمضان هناكل اكلة سمك حلوة كده، وعامل برنجان وكده. دي اكياس العلفة اللي كنت وريتها لكم في اول الفيديو. ودي بطاطس والبصل فرختهم هنا في البتاع دي. هوريكم بقى بقيت الشقة وهي زي الفل زي الفل. الله، مين زي كده تكتب في الكومنتات ان هي بترتاح اصلا ساعة ما بتخلص كده، وتبقى راحة نفسية. بس لو حد نكش الديكور ده كله، يا خرابي يا خرابي. سلاح الام بيظهر على طول يا جماعة متنسوش بقى تكتبوا لي كلام حلو في الكومنتات، واللايك الجميل بتاعكم، وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله من فيديوهاتي الحلوة. لان كومنتاتكم ولايكاتكم هي اللي بتشجعني والله ان انا اعمل لكم فيديوهات. الجو ساقع، الجو له بصوا مش راسع على بر، شوية ساقعة وشوية حر. فنعمل ايه بقى؟
فاخرتها يعني فرشت المفارش دي يلا القصعة ديت فيها مفارش لسه وكبريتيات كنت لسه عنهم في قلب الدولاب. عرفتوا بقى انا مش صورتش ليه، انا قلع العباية بتاعتي على الكرسي. انا ما ظهرتش عشان لابسه البيجامه يا جماعه، ما ينفعش. كنت هبطانه بصراحه يعني جايبه اخري. يعني بصراحه بعد المنظر الجميل ده والعميق وكنا كنت بوريكم الحته شاتيه ماشي، لسه ما مسحتش السلم مستنيه لما تبطل شتا خالص اقوم اسحبها بالليل. ايه رايكم؟ تعالوا بقى اشوف اكلتنا البابا غنوب، وعملت طبق سلطه صغير كده حلو، ورحت شويت السمك كمان يعني بعد ما فرشته وخلصت كل ده رحت شويت السمك اهو، اهو ملحاه وكنت مغطياه بالكيس، هغطيه تاني بس كنت بصوره لكم. ايه رايكم؟ شفتوا الديكور بتاعي؟ ديكور جميل، وهنا الرز اهوت سايباه بتردد. ايه رايكم؟ مع السلامه، متنسوش اللايك.